السلام عليكم. اليوم مش هنطبخ، هنعمل كده ريفيو على ماكينة التشورس. هقول لكم على رأيي فيها وهنجربها مع بعض ونشوف مع بعض. خلونا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو. طبعا أصحابي دي ماكينة التشورس، اللي هو زي شبه بلح الشام كده، بس هو في الأصل طبعا حلقة اسباني. دي الميزة فيها انك بتعمليه بدون قلي في الزيت فبيبقى صحي اكتر. وكمان هي مش بتقتصر على وصفة التشورس، لا ده احنا هنعمل فيها وصفات كتيرة جدا. المهم انا كنت شارية مجموعة اجهزة كده كان عليها عرض، فان شاء الله هبقى اقول لكم يعني على الاجهزة التانية في وقت لاحق ان شاء الله او فيديوهات تانية. هنا الجهاز زي ما انتم شايفين بيبقى من بره مش معدن، بيبقى بلاستيك تقريبا، ومن داخل بيبقى معدن، اللوحة بتاعته معدنية. بيديكي شكل الحلة التشورس أو أصابع التشورس اللي هي شبيهة بلح الشام يعني عندنا كده بالعربي أو الضلطي. طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز يعني تقله مش تقيل قوي ومش خفيف قوي ومتوسط. وطبعا في يعني ما بنتحكمش فيه بدرجة حرارة ولا أي حاجة. هو مجرد بس ما بتشغلي وتبدأ الليت أو الليت الأحمر. بتبدأي أول ما الجهاز بيسخن بيبدأ الأحمر، وعلى ما بياخد وقت التسوية بتاخد من دقيقة لدقيقتين. هعمل معاكم وصفة سريعة كده. أنا كان لقيت عندي شرايح باف بيستري في الفريزر، فقلت نعملها مع بعض كده بالشوكليت. بس للأسف الطريقة دي مش ناجحة. قولولي ليه بقى؟ أي معجنات أو أي حلويات سواء هتعمليها في جهاز الساندوتش ميكر أو في جهاز الوافل، لما بتحطي الشوكولاتة مع أي رقاق من العجاين، فيلو، توست، باف بيستري، فلما بتحطيها في الماكينة الشوكولاتة فيها نسبة من السائل، فبيتبخر وبتبدأ تخرج بره العجينة. وعلى ما بتخلص تسوية العجينة من أسفل وأعلى فالشوكولاتة بتحسوها جفت تماما ونشفت، فما بقاش فيها أي طعم خالص. في طريقة تانية بقى أفضل بنحافظ بيها على الشوكولاتة سايحة وطعمها الحلو اللي هو زي قبل ما تدخل الماكينة. هقول لكم عليها بقى في فيديو منفصل في وصفات اللي هنعملها مع بعض. احنا قلنا بس نجرب الآلة. طبعا بنحطها كده بتاخد من دقيقة لدقيقتين، بتاخد تحمير حلو كويس جدا. زي ما قلت لكم هذا العيب اهو، الشوكولاتة بتخرج وبتلاقي جزء صغير جدا في العجينة، وكمان بتكون نشفت فبيبقى طعمها مش احسن حاجة يعني. هنا زي ما انتوا شايفين اهي خلاص هطلعها. طبعا هي بتبقى لازقة في بعضها، مجرد ما بتطلعيها بتفصل على طول مباشرة بمنتهى السهولة. بس طبعا يعني استعينوا بسباتولا او حاجة لان بتبقى ساخنة جدا. هعمل جزء تاني ونشوفه مع بعض اهو. هنا قللت الشوكولاتة شوية فبالتالي ما خرجتش منها. الميزة فيها انها سريعة، بتديكي شكل مختلف بيبقى حلو في التقديمات. بعد كده هنعمل منها افكار حلوة ومالح، عجاين، شبورة، اصابع بيتزا، فطاير بالدجاج. هنعمل منها وصفات كتيرة بإذن الله. وهقول لكم يعني انا بعمل صوت كنت مجرباها اكتر من مرة، عملت بيها اصابع حشيتها بجبنة فيتا وزيتون وفلفل الوان، كانت ممتازة. ان شاء الله هصور لكم فيها وصفات كتيرة. بس انتوا عارفين بقى ان الواحد عشان يعمل وصفات كتيرة بتاخد وقت شوية. فادعمونا باللايك والشير عشان نقدر نعمل الفيديوهات بإذن الله. طبعا تسويتها ممتازة. عجينة الباف بيستري بتبقى هشة وخفيفة ومن جوه الشوكولاتة مش ملتد قوي. وانتظروا ازاي هقول لكم ان هي تبقى ملتد. لايك وشير. سلام عليكم. بالنسبة للسعر أصحابي، هي كان سعرها قبل العرض 8 ريال عماني. بعد العرض خدتها ب4 ريال و100 أو 200 عماني، يعني نزلت 50% تقريبا.